بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل مع بعض كيكة دبي ترند طالع جديد عند بلبن، حلو قوي. طبعا مكسر الدنيا، وانا شايفه ان هو بسيط ومكوناته بسيطه. وهقول لك ازاي تكتري صوص البيستاشيو، عشان في ناس طبعا بتستغل صوص البيستاشيو قوي، وطبعا مش ببسله والكلام ده. لا، هنعمل يعني صوص البيستاشيو هنكتره بحاجات طبيعيه وطعمها حلو قوي، مش هنغير في طعم الوصفه حاجه. شايفه الكيكه حلوه ازاي؟ وطبعا الصوص اللي فوق ده، الجناش الروعه ده، هقول لك نعمله ازاي. ادي قطعه اهو قطعتها من الكيكه، وهوريكي بالظبط هنعملها ازاي. الكيكه دي هشه، الصوص طعمه تحفه اللي فوق، الكنافه مقرمشه فيها خطيره. هقولك بقى نكتره ازاي، ويلا بينا نعمل الوصفه واحده واحده. اول حاجه عايزينها مع بعض 4 بيضات، عليهم كيسين فانيليا، عليهم كوبايه سكر، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه الا ربع لبن، 3 معالق هرميين كاكاو خام، ومعلقه بيكنج باودر، و3 معالق 3 كوبايات الا ربع دقيق. انا بالمضرب عملت كله على بعضه، ما عملتش تكنيك الكيكه اللي هو اضرب البيض وبعدين احط حاجه في حاجه، لا عملته كله على بعضه. تقدري تعمليها كده، وتقدري تعمليها في الخلاط، وتقدري تعمليها في المضرب. اجيب الصينيه بتاعتي اكون مبطناها بسمنه حلوه، عشان انا عامله الكيكه بزيت عشان تبقى هشه، وبدقيق، واحط واوزع كده واعمل الحركه دي عشان ما تعلاش من النص. اكون مسخنه الفرن واحطها على الرف الاوسط. الكنافه بتاعتي المره دي هحمرها في الفرن من غير ماده دهنيه. بصي مقرمشه ولونها حلو قوي ازاي. يلا بقى نكتر صوص البيستاشيو بتاعنا. كريم شانتيه، كيس كريم شانتيه، واعمله بنفس المكونات اللي مكتوبه على الكيس. ده صوص البيستاشيو. صوص البيستاشيو دلوقتي بقى متوفر، وده الصوص اللي انا مستخدماه. خلاص كده، عايزه تكتري بقى، حطي عليه كريم شانتيه وقلبي جامد. لقيتي لونه فاتح، حطي لون طعام صحي، مش هيجراله اي حاجه. كده انا كترت الكريمه البيستاشيو بالكريم شانتيه، اديته غناوه وما غيرتش حاجه في طعمه، وطعمه حلو قوي. قلبته جامد. بصي اللون الاخضر الكنافه هتاخده، وهتبقى مقرمشه وهتبقى روعه. طبعا انا عايزه طبقه حلوه كبيره، طبعا لو حطيتي صوص بيستاشيو هتحطي كتير قوي. نعمل تالت طبقه بقى، زيت على كاكاو على لبن على سكر، ونضرب مع بعض. وانا عامله لك الوصفه دي، هكتب لك المكونات بالظبط في صندوق الوصف، وانا عاملاها لوحدها. ده جناش رائع يا جماعه، تقدري تحطوه على اي حاجه، على دوناتس، على اكلير، على اي حلويات، على اي كيكات. صوص حلو قوي من غير شوكولاته. قلبت بقى الكيكه بعد ما طلعت كده اهي، وبعدين بسكينه قسمتها. طبعا هي لسه سخنه جدا، انا بتعامل معاها وهي لسه سخنه. تمام كده، بصوا سخنه قوي. انا هبدأ بقى ارجعها في قلب الصينية تاني دي، بس العكس، اللي فوق تحت واللي تحت فوق. بصوا، بعد ما قسمتها هاخدها اسقي بقى الجزء ده بلبن عشان تبقى طرية خالص، زي اللي بنجيبها من عند بلبن الجاهزة. حط بقى صوص البيستاشيو مع الكنافة، واوزعه كده بطريقة متساوية، بحيث ان هو يبقى في كل حتة في الكيكة. وكده انا كترته وما غيرتش في طعمه، بل بالعكس اديته غناوه وطعمه حلو قوي. لقيتي لونه فاتح، قلت لك زودي لون اخضر طعام، لون طعام حلو قوي. بس انا ما زودتش حاجه، انا عملته طبيعي. حطيت النص التاني لبن، هرجعه بقى كده عليه، وبعدين اسقي برضو فوق لبن. شفتوا الكيكه هشه ازاي بتشرب اللبن. وانزل بقى بالجناش الروعه ده. الجناش ده انا بحبه قوي، بحب احطه على، يعني اعمله صوص كده في قلب علبه، وتستخدميه في اي حاجه. بجد اقتصادي وحلو ومن غير شوكولاتة، وفي نفس الوقت بيلمع وطعمه حلو قوي. ابدأ بقى اكون مسيحة قطعة شوكولاتة، وخطوط بالطول بالعرض حسب ذوقك اهي. بس خلاص، وابدأ بخلة اعمل كده شرايح، وكده عملت احلى كيكة ترند دبي اللي طالع مكسر الدنيا. عملتها، وطبعا دي عملت لي كتير قوي. شوفي القطعه بتتباع بكام، انا عملتها في البيت وعملت لي قطع كتير قوي، وزي ما انتم شايفين قطعتها بسهوله ازاي. وطبعا وطلعت الحته، وريتك القطعه شكلها ايه، وصوص البيستاشيو من جوه شكله ايه. بس الكيكه دي تقيله قوي، فلازم تقطع حتت صغيره قوي، وده رايي ان هي تقيله جدا. شكلها حلو قوي، طعمها حلو قوي، بس تاكلي منها قطعه صغيره قوي، لانها مليانه سكريات جامده قوي. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.